يحكى أن إن في يوم من الأيام كان في حكيم، والحكيم ده جوله شوية ناس كده عندهم حبة ابتلاءات، وكانوا متضايقين جدا من الابتلاءات اللي عندهم، وبدأوا يقولوا له إن هم بيدعوا بقالهم كتير وملوا وتعبوا من كتر الابتلاءات اللي عندهم. فقرر الحكيم يتصرف بدهاء وذكاء، وقرر يطلب منهم كل واحد يكتب ابتلاءه في ورقة، وبعد كده حط الورق كله مع بعضه وبدأ يخلط فيه، وبعدين طلب من كل واحد يطلع ورقة ويقرأ الابتلاء اللي فيها. وقد كان كل واحد فيهم طلع الورقة وبدأ يقرأ الابتلاء، بس الغريبة ان كل واحد فيهم لما بدأ يقرأ الابتلاء وشه اتغير وبدأ يقلق ويخاف. وهنا سأل الحكيم كل واحد فيهم سؤال: هل ترضى ان ده يكون بلاءك؟ ولو رضيت هل تقدر تعيش بالابتلاء ده؟ وكانت إجابة كل واحد فيهم لا طبعا، مستحيل، ده فوق طاقة أي إنسان، برغم ان هم صحاب الابتلاءات. وساعتها هنا سألهم الحكيم: تختاروا ابتلاءكم القديم ولا الابتلاء الجديد؟ بدأوا يرجعوا كلهم في كلامهم، وكل واحد فيهم قرر يختار ابتلاءه القديم، وشكر ربنا وحمد ربنا على الابتلاء اللي هو فيه. ودايما على رأي المثل ما بيقول: اللي بيشوف ابتلاء غيره بيهون على ابتلاءه. فكل اللي عايزة أقوله لكم القصة دي إن كلنا مبتلين، مفيش أي بني آدم على وجه الأرض غير مبتلي، ده حاجة مستحيل، كلنا عندنا ابتلاء، بس سبحان الله وتعالى اختار ابتلاء يناسب ظروفك ويناسب وضعك ويناسب طاقتك. كل واحد فينا ربنا بعت له ابتلاءه اللي يقدر يشيله ويستحمله. فما تفتكرش اللي بيطلع قدام الشاشة النهاردة وفرحان وبيضحك ده ما عندوش ابتلاء، ولا اللي انت بتشوفه كل يوم سايق عربيته ومرتاح ده ما عندوش ابتلاء، ولا حتى اي حد في الكون ما عندوش ابتلاء، كلنا مبتلين. الفكرة ان احنا نفكر بدهاء وبذكاء زي الحكيم ده، زي ما دايما بيقول ان احنا ابتلاءنا لازم نرضى بيه، وان احنا دايما لازم نشكر ربنا حتى على الابتلاء اللي احنا فيه، ندعي ربنا كتير ان الابتلاء ده يخف من علينا، وخاصة لو الابتلاء ده كان في أولادنا، طفل شقي ما بيسمعش الكلام، طفل مراهق تعبنا وراهق وتعبنا بتصرفاته وخايفين عليه بس هو مش فاهم ان احنا خايفين عليه، مدير سيء، مرض صعب، عيلة طبعها صعب، زوج صعب، زوجة صعبة، كل دي ابتلاءات. قد تختلف ابتلاءاتنا في الدنيا، نقدر نستحملها ونقدر ما نستحملهاش على حسب وضع كل واحد فينا. بس اللي كل عايزة اقوله لك ان انت لو فضلت تشتكي من الابتلاء بتاعك وان انت مش مستحمله، مش هيروح ولا هيتزال، بالعكس انت هتزيد ابتلاء فوق ابتلاءك، هتزيد حزن، هتزيد تعب. وربنا دايما بيقول ان احنا لو رضينا بالابتلاء اللي احنا فيه ربنا هيخففه من علينا وهيتكتب لك قصاد الابتلاء ده حسنات. بس لو ما رضيتش ابتلاءك هيفضل موجود وهيزيد عليه كمان حبة سيئات، وتصور بقى تبقى مبتلي في الدنيا وفي الآخرة بالسيئات. نصيحتي ليكم كلكم، صدقوني كلنا عندنا ابتلاءات، بس الفكرة ان احنا نتحمل الابتلاء ونسعى بالدعاء ان احنا الابتلاء ده ربنا يزيحه من عليه. ودي اول حكاية كانت النهاردة معانا. اما بقى الحكاية التانية، يحكى ان في واحدة ست اسمها حنان. الست دي كل يوم بتعمل خبز رغيف وتخبزه وتسيبه قدام الباب بتاعها لأي حد مسكين يعدي ويستلمه أو ياخده. وفعلا في راجل مسكين بيعدي كل يوم في نفس الميعاد، راجل أحدب وفقير، بس لما بيجي ياخد رغيف العيش بيقول: يا ابن آدم، عملك اللي انت بتعمله ده لو خير هيقعد لك، ولو شر هيلف ويرجع لك. كل يوم بيحصل كده، وكل يوم بيقول نفس الكلمتين وهو واخد رغيف العيش. وفي يوم من الأيام الست تعبت من الكلام اللي هو بيقوله، مش فاهمة هو بيقول ايه، وقررت ان هي خلاص مش هتعمل رغيف العيش تاني. وتاني يوم صحيت
ضميرها أنبها وقالت لا، حرام، خلاص أنا هعمله، أنا أصلا مش بعمله ليه، أنا بعمله نية لله. وفعلا عملت رغيف العيش وحطته قدام البيت، وعدى الأحدب الفقير وقال نفس الجملتين وأخد الرغيف ومشى. وفي نفس اليوم ابنها رجع لها من السفر اللي كان مسافر لمكان بعيد. فرحت جدا، بس لما لقيته حزنت جدا. لقيت ابنها هدومه كلها متقطعة وكان شكله عليه انه متبهدل جدا. حكى لها انه وهو راجع من السفر هجموا عليه لصوص واخدوا منه كل حاجة، وكمان بهدلوه وضربوه وسابوه مرمي في الصحراء. ومن كتر تعبه ان هو كان تعبان ومرهق، كان شايف ان وهو مرمي في الصحراء في ذئب جاي عليه، وما كانش حتى قادر يقوم يدافع عن نفسه. ساعتها الست قلقت من حكايته برغم ان هو سليم قدام منها. كانت المفاجأة ان الولد قال لها انه فجأة فتح عينه لقى راجل احدب فقير سنده وقعده وشربه، وكان معاه رغيف عيش، وقال له خد يا ابني كل ده وان شاء الله هتبقى بخير. استعجبت الست واستغربت وفرحت جدا، وقالت ان رغيف العيش ان اللي عملته الصبح ده ما كانش بس للأحدب الفقير، ده كان لابنها. افتكرت ان هي لو كانت طوعت شيطانها وما كانتش عملته، كان فعلا ممكن ابنها يموت من الجوع. وهنا افتكرت الجملة بتاعة الأحدب الفقير: ابن آدم عملك إن كان خير هيقعد لك، وإن كان شر هيلف ويرجع لك. وفهمت الجملة بتاعته وأيقنت إن احنا أوقات كتير قوي بيجيلنا أفكار وحشة نضر بيها نفسنا ونضر بيها غيرنا من غير ما احنا نحس. بنبقوا فاكرين ان احنا اللي بنعمله ده كده صح. رد بطريقة وحشة على حد عشان انتقم من اللي قاله، عشان افضي غل فيه، او حتى غضبي اللي بفضيه في اولادي وهم تعبانين وهم مش قادرين وانا اللي بقدر عليهم. اي رد او اي معاملة بعملها لحد بطريقة وحشة من غير ما اقصد وبكون بسمع ساعتها شيطاني بس، حقيقي هندم على كل اللي بعمله ده. صدقوني الخير اعملوه وارموه البحر وبجد هيرجع لكم. ما تبصوش وما تستنوش هيرجع لكم امتى، ولو ما رجع لكوش هيرجع لاولادكم لاخواتكم لاهاليكم، بس بجد هيرجع لكم. ولو ما رجع لكوش في الدنيا هيرجع لكم في الاخره بالحسنات. ما تستنوش الخير اللي تعملوه هيروح فين وهيرجع امتى. ومش دايما تقولوا ده ما يستاهلش ودي ما تستاهلش. صدقوني الاعمال بالنيات. اعمل نيتك الصالحة وملكش دعوة مين يستاهل ومين ما يستاهلش، دي بقى بتاعته هو مش بتاعتنا احنا. يا رب تكون حواديت النهاردة عجبتكم. على فكرة الحدوتة التانية دي مش حدوتي، دي حدوتة هالة رشدي، الأستاذة هالة رشدي اللي أنا بحبها جدا. أتمنى تكون الحدوتة عجبتكم وتكونوا استفدتوا، واحكولي واكتبولي عايزين نحكي حواديت تاني ولا كفاية كده. باي.